نايم. ايمن يعني التمركز واضح، يعني ستانلي حتى ناحيه الشمال، شمال الزمالك، وشيكابالا بيلعب يمين، وايمن بيلعب تحت احمد جعفر، لان ده افضل مراكز ايمن، لان انا لعبت معاه شخصيا فعارف. لعبت معاه في المقص. لعبت معاه في المقص. فده افضل مراكزه. يمكن زي ما قلت ايمن ما بيمتلكش السرعات لكن بيمتلك المهاره، وانت المهاره بتحتاجها دايما في قلب الملعب عشان تعمل لك حل ان انت بتشتغل واحد على واحد، بتعرف تعمل سرول الفيرود، لكن ان انت تتطرف بتبقى نادرا جدا. وفي الحالات اللي كابتن اشرف طبعا بيتكلم عليها ان هي اللامركزيه بتاعت اللعيبه دي بتتعمل حتى غصب عن المدرب. طيب خلينا في اللامركزيه اللي انت حضرتك قلت عليها يا كابتن اشرف، انه باين من البدايه ان ايمن راح هنا، لكن اوقات كتيره جدا طوال الشوط شيكابالا يمين، ايمن شمال، ستانلي في القلب، ستانلي شمال، ايمن في النص، شيكابالا العكس، وهكذا. هل بالفعل الكابتن مؤمن سليمان عامل لامركزيه للثلاثي تحت احمد جعفر الذي لم يظهر على الاطلاق طوال 45 دقيقه؟ واعتقد انه هيتغير الشوط الثاني، ينزل لاعب في وسط الملعب يتعامل مع الوضع ويطلع ستانلي هو اللي يلعب فوق. بس هي الفكره في ايه؟ ان دايما اللاعب المهاجم بيحب يبقى عنده نوع ادي شيكابالا دخل في القلب، شيكابالا هنا، ادي حفني دخل هنا، هم مرحلين اللي راح ناحيه الشمال. ده يؤكد انه في نوع من انواع اللامركزيه، لكن يمكن كده حفني بقى في الشمال، كده شيكابالا كما لو كان راس حربه، وستانلي كده دخل ستانلي معاه ناحيه اليمين، وده وضع طبيعي جدا في كره القدم. اشكرك يا اسلام، واشكرك يا ياسر، اشكرك يا عبد الرحيم، كتر خيركم بصراحه. يعني هو المفروض تبان الدنيا بتمشي ازاي. المفروض ان اللاعب اللي بيلعب دايما تحت المهاجم بيحب يبقى عنده حريه في الحركه. ممكن ارجع اللعبه دي تاني بعد اذن حضرتك عشان اعرفك انه الخطا خطا دفاعي صرف. يمكن اول مره اخد بالي منها كده. نشوف القلشه، وانه رضا كان شايف ايمن حفني في الاول. يعني هنا بص، خلي بال حضرتك، ده التحرك الحقيقه اللامركزي للثلاثي اللي تحت راس الحربه احمد جعفر. ايمن حطها بره. كل ده ماشي، انا كل ده ما يهمنيش. نشوفها بس يا كابتن اشرف لحد ما تيجي، ومدافع طنطا قلشها. يعني بعد ما قلش جت هنا ده طلع، هنا هتيجي بعد كده القلشه بقى. بص رضا لا شايف ايمن كويس، وعارف ان في مهاجم قدامه. لو رجعنا بقى خطوه، ايوه كمان خطوه، كمان خطوه، كمان خطوه، كمان لحد ما يكون وشه في وش ايمن. كمان يا جماعه سنه بس، كمان سنه. هو كده برضه مش شايف ايمن. كده كابتن لا ده شايفه وحاسه يا كابتن. والله ما شايفه. طب نرجع كده شويه كمان. اصل هو لو شايفه عمره ما هيعمل الكوره كده يا كابتن اشرف، ده شايفه الابيض قدامه تمام. لا اهو. طب نكمل بقى، نكمل اللعبه. شوف رضا الاصفر فين لغايه القلشه اهو كابتن. لا طب لغايه القلشه هو مش شايفه، هو طلع قدام. هو كده مش شايف الابيض، شايفه كويس. كده جنبه هو كده حتى واخد خطوه وراه خلاص. لا ده شايفه ساعه القلشه هو كان متقدم قدام ايمن. بص هنا كده مش شايف، بس هو عارف ان في ابيض. طبعا يعني اكيد عارف ان في ابيض. وعند رضا ده لعيب عنده خبره، يعني مش جاي من وراه قوي من عند الكورنر مثلا. هي وقفه جسم، لو وقف هو شايف الكوره ما كانش هيعمل الحركه دي خالص. ادي برضه عشان نبقى شرحنا الخطا في الهدف. يعني هو حاول يعني يلم رجله في الاخر، بس كانت رجله جابت ايمن حفني بقت هدف. اللي انا كنت اقصده ايه من بدايه اللقاء، انا شايف ان اللعيبه بتاعتي متوتره، عمالين بيعملوا فاولات كتير، بيضغطوا بشكل مش مظبوط، فالكره ابتدت حتى فاولات بقت قريبه جدا من منطقه ال 18 عندي. يبقى لازم انا اكون هادي جدا في التعامل مع المنافس. يعني دخولي على كوره عشان اقطع، يبقى لازم انا متاكد 100% ان انا هقطع كوره. لو مش واثق، يبقى انا اعمل عمليه التقفيل لغايه ما يجي زمايله. خليك معايا عشان احنا علقنا على دي ايمن واحنا بنتفرج. يعني عدم رؤيه وقله خبرات، والنضوج في الكوره لفرقه طنطا يعني مش موجود، لكن كان افضل من كده بكتير. يعني واضحه جدا دي فرصه هدف، التمريره حلوه قوي من جوده. تانية شمالك جوزيف بيسا اعمل الصح. هو حتى جوزيف بيسا بص بيعمل ازاي، بص رد فعله. انت بيقول له ما سمعتش، لا من غير ما تسمع، مش محتاجه تسمع. هي مش محتاجه، هي بتبقى رؤيه للعيبه زي بالظبط الكابتن اشرف ما قال. الرؤيه بتاعت رضا العزب في البنالتي بتاع ايمن. لو انت واقف كويس وعندك رؤيه مش هتشوط كده. بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن اشرف، جماعيه اداء. يعني هنا لازم يكون في نوع من انواع الجماعيه شويه، تمرير مرر مشي، يعني ده مهم جدا. هل هو انا عايز ابقى جبت جون في الزمالك ولا القصه شكلها عامله ازاي؟ هو في نوع من الخوف برضه موجود، حتى تلاقي، ما انا بقول كلمه خوف ليه؟ لان هو اول ما بيوصل عند منطقه اللي فيها خطوره. بص دي يا كابتن مثلا، دي لازم ارجعها له تاني للراجل اللي قبل الكوره. جماعيه اداء، انا بتكلم بس على جماعيه اداء، يعني كله حاجات فرديه يا كابتن. بالظبط، يعني مفيش تعاون. ودي دي النقطه. الولد هايل، محمد جابر هايل بس بيشتغل لوحده. نعم بالظبط. وحتى لما راح حتى يعني هو ما وفقش في لعب الكوره بالعرض. فبص الكوره بتطلع ازاي كمان من شوقي السعيد. نعم. فدي لازم يبقى في كلام. هو بيقول ما سمعش.
فحتى جسمه مش معدول، يحطها للراجل اللي جاي من بوشه. بص نعم. جوزيف يا كابتن، بص يعني هيجري يا عيني. يعني بص يا كابتن، هي المشكله دلوقتي ان محمود في نادي غالي الزمالك، المسلسل. نعم. نادي الزمالك عارف دلوقتي ان بيلعب فرقه طنطا دي. الكره دي انا قلت عليها دي في الدقيقه 40. اتفضل. في الدقيقه 26. نعم. دي تمريره من محمود دونجا عاملها لحسني مسعد، آه. رائعه يعني. اختراق حسني فتحي. نعم. حسني فتحي اسف. نعم. اختراق من الكوره من تحت من وسط الملعب، قطعت المسافه دي وهو اتحرك فيها بشكل كويس جدا. هو غير موفق في ان الكره لمست خبطت رجله في رجله الثانيه. نعم. وطبعا حتى كمان حارس المرمى طلع متاخر شويه بس وفق فيها يعني. الكره دي اللي ممكن تحل بيها المشاكل بتاعه التكتل. نعم. او الكسره العدديه او التكدس الدفاعي اللي موجود عند الفرق اللي هتلاعبها. معظم الفرق اللي هتلاعبها نعم. معظم الفرق اللي هتلاعبها هتلاقيها بنفس الشكل ده. نعم. فما ينفعش ان انت يبقى اختراقاتك من العمق بس، لازم من على الاطراف. وهو عشان استغل السرعه مع نادي الزمالك تصويبه اي حاجه لكن خدمته ترجع، لسه فيها صفاره، فيها ايه؟ ضربه جزاء. فيها ايه؟ فيها ضربه جزاء مديها عبد العزيز السيد. الدقيقه 33 مدي عبد العزيز السيد ضربه جزاء. فيها شوطه اي حاجه، طلعها الدفاع اي حاجه، رايح يعترض مصطفى امين. هنشوف اللعبه تاني، ما فيهاش انذار ولا فيها؟ لا ما فيهاش. وعبد العزيز السيد ادى القرار. ادي الجهاز الفني وادي خالد عيد هنا وهنا، ويا ريت الكادر على الملعب وواقع لاعب نادي الزمالك. هنشوف اللعبه تاني لما تتعاد لنا، لكن ضربه جزاء في النهايه اداها عبد العزيز السيد. لصالح نادي الزمالك. ادي اللعبه، ادي على طول ايمن حفني كان مع رضا العزب. فيها ولا ما فيهاش؟ اعتقد الاستوديو التحليلي اعتقد رجل رضا. عبد العزيز السيد بيظبط، بيدي توجيهاته للحارس يقف على الخط، اللعيبه بره قوس ال 18 وبره خط ال 18، وعبد العزيز السيد بيدي الاذن وداخل شيكابالا. وفين؟ جول حلوه حلوه حلوه. شيكابالا يضع الزمالك في المقدمه في الدقيقه 35. شيكابالا يضع الزمالك في المقدمه في الدقيقه 35 1-0 من ضربه جزاء. هدف، لكن حاططها حلوه شيكابالا وخارج يسلم على زمايله، على الكابتن محمد صلاح. شيكابالا وقف وكده ثانيه وحطها بالقدم اليسرى في سقف الشبكه في الزاويه اليسرى للحارس اسلام، وتصبح النتيجه 1 الزمالك لا شيء طنطا. هنشوف مع نادي الزمالك تصويبه اي حاجه لكن خدمته ترجع، لسه فيها صفاره، فيها ايه؟ ضربه جزاء. فيها ايه؟ فيها ضربه جزاء مديها عبد العزيز السيد. الدقيقه 33 مدي عبد العزيز السيد ضربه جزاء. فيها شوطه اي حاجه، طلعها الدفاع اي حاجه، رايح يعترض مصطفى امين. هنشوف اللعبه تاني، ما فيهاش انذار ولا فيها؟ لا ما فيهاش. وعبد العزيز السيد ادى القرار. ادي الجهاز الفني وادي خالد عيد هنا وهنا، ويا ريت الكادر على الملعب وواقع لاعب نادي الزمالك. هنشوف اللعبه تاني لما تتعاد لنا، لكن ضربه جزاء في النهايه اداها عبد العزيز السيد.